هذه الأمسية الكروية الكبيرة للغاية هنا في بطولة كأس العالم للأندية في بين الزعيم ممثل قارة آسيا يحيى جبران في وسط الميدان، أيمن حسوني يساند المهاجمين ديدي لامكيلزي، وأيضا سيف الدين مهرة في قائمة المدرب مهدي النفطي المدرب التونسي في قمة بدون بعض مع نيكولاس جالو من كولومبيا وسوبي أيضا من أوروغواي. الكرة لمصلحة الوداد في هذه الأثناء، محاولة مرور أمام ناصر داخل منطقة الجزاء، كرة خطيرة تسلل في اللقطة الماضية على الوداد، هدف يلغى. لامكيلزي بكرة عرضية خطيرة بالراس ولكنها مرت من العملوت وتحولت بعد ذلك نفذ عرضية، لكن الإبعادي قالوا بالخطأ، وهدف للوداد. هدف للوداد عن طريق العملوت الظهير الأيمن العملوت. الكرة سيئة في الإبعاد الدفاعي الهلالي، والاستغلال كان مثالي لمصلحة الوداد، والضربة الأولى في هذه كانت ركلة جزاء. اللقطة الأخيرة كما كان يطالب سالم الدوسري. راح نشوف في الإعادة ما إذا كان فيها لمسة يد وبالتالي ركلة جزائية. راح نشوف في الإعادة للهلال بركنية تنفذ القائمة أمام تاغناوتي الذي يترقب وينتظر الركلة للهلال، كانوا على تنفيذها، كانوا يا عيني كانوا يا حكم مباراة طرد لاعب من الوداد بسبب الاعتراضات. هنا يظهر لك دور القائد. وينك معيوف؟ ماريجا الأولى في الهلال، ماريجا حطها، ماريجا جول. الهلال يتقدم عن طريق موسى، فما مع عطية الله. المعيوف يحاول ولكن ممكن أن تشاهدها في حياتك في هذه اللقطة. الثانية بهدف ثاني لوسيانو فييتو، الركلة الثانية ناجحة للزعيم. الضربة العملوت والمعيوف لكن الكرة في المرمى ذهب معها عبد الله المعيوف. الوداد ذهب معها عبد الله المعيوف. الثالثة يا صالح في المرمى، شوفها من جانب صالح قوية وفي منتهى لكتابة تاريخ. المعيوف لك الكرة حطها بالرابعة، الفرصة من الحمدان، الركلة كانت ناجحة ورائعة، و100% من اللاعبين في الداودي والمعيوف حاسم من علامة الجزاء. الآن مصعب بالهدوء الكامل، هل يحسمها الجوير؟ حسمها، من لها غيرك يا زعيم. الهلال إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية من أرض الرباط وفي ملعب الوداد، على الرغم من جسد. يشهد هذا المساء ليلة كبيرة بين الكبيرين، فلامينغو البرازيلي، الهلال السعودي. قائمة البرازيليين في مباراة الليلة: سانتوس في حراسة المرمى، في الدفاع ماثيو زينهو، دافيد لويز، ليو بيريرا، إيرتون لوكاس في وسط الميدان، جيرسون، تياغو ميا، دياراس كايتا. سالم يحاول بيته وفرصة إلى خطيرة وكرة، وبعد ذلك الحكم يشير مبكر في وقت مبكر يا زعيم، في وقت مبكر يا هلال. سلام تورنيدو، أنا العينان لم يسجل 1-0 للزعيم في وقت مبكر جدا في هذه الليلة كبيرة. وتدخل من الدفاع خطير لا زالت مع خليفة تسديدة والتعادل لفلامينغو عن طريق بيدرو. هدف مع الدقيقة 20. يعود فلامينغو في هذه المباراة ليتعادل في هذه اللحظات. يسجل فريق البرازيل. فييتو على جهة اليمين، محاولة مرور، تغطية وتدخل ولا شيء في قرار الحكم في اللقطة الماضية. الإبعاد من جانب دافيد لويز. بالسلامة للوسيانو فييتو، بالسلامة يا جيرسون. هذا انذار ثاني وهذا طرد، ركلة جزائية. سلام، والثانية تورنيدو. يا كبير يا سالم، يا حاسم، يا لعيب، يا هداف، يا نجم، يا كبير يا تورنيدو. الضرب يحاول التمرير، سالم بكرة أمامية وفييتو. عالمية. الله يا فييتو يا زعيم، الزعيم
النهائي يتجلى. نعم لوحده كان بيدرو أمام المرمى، تمكن بعد ذلك من استغلال فرصة وتسجيل هدف فلامينغو الثاني في هذه المباراة. 3-2 كان يتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية. ياس يستاهلوا الجمهور عظيم والله، وقفوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي آنساتي سادتي أحبائي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم معنا في هذا اليوم الكبير، الليلة التي يلعب فيها الفريق الأكبر. مدريد هو اللي يمسك كورة ويجبر الهلال على التراجع، خطيرة لفينيب وكرة 1-0 لمدريد، 1-0 لمدريد عن طريق فينيسيوس جونيور لوهلة واحدة، للقطة واحدة في غفلة. ملوكة مرة أخرى بكرة عرضية خطيرة، وبرافو جانج يونسو في الإبعاد. فالفيردي هدف ثاني لمدريد، هدف ثاني لمدريد بعد 18 دقيقة لعب في النهاية عن طريق فيدريكو موريغا. انفراد يا جماعة. موريغا بكرة، هدف يا زعيم. كامافينجا، فينيسيوس حذاري مع سعود عبد الحميد، الكرة العرضية خطيرة، سجل بنزيما الهدف الثالث لكريم بنزيما. روعة كبيرة من فينيسيوس، روعة كبيرة من فينيسيوس وهذا القناص كريم بنزيما يضرب بالهدف الثاني. يمين فالفيردي مع كارفاخال، الونتو تحرك من جانب فالفيردي، وهدف رابع لمدريد، هدف رابع لمدريد. استغلوا الجهة اليسرى اللي كان فيها أفوات، وتمريرة حلوة لبيتو، فرصة لبيتو، يا ولد يا لوسيانو. 4-2 الزعيم يسجل ثاني أهدافه في مرمى ريال مدريد في نهائي المونديال. لوسيانو بعد تمريرة كبيرة ورائعة، كأنه في المساندة مع سعود عبد الحميد. جوستافو والآخر مسعود بيبعد الكرة، سيبايوس مر وبيليب، والكرة في المرمى. هدف مدريدي الخامس لمصلحة ريال مدريد عن طريق فينيسيوس. مرة أخرى الأخطاء الدفاعية البسيطة، تفاصيل صغيرة جدا تحسب لك مباريات. طبعا الهلال السعودي، ميشائيل حلوة يا بيتو، حلوة يا ميشائيل. الهلال يا جماعة، الهلال يعزك ويرفع راسك. أي شخصية يا زعيم، أي كورة جميلة في لقطة رائعة. المدريدية طبعا حسموا الأمور في هذه المباراة النهائية. الهلال حب يستعرض أيضا قيمته ومهارات لاعبيه في هذه اللقطة. ميشائيل مرة أولى وبيتو بروعة ثانية. هدف ثالث للهلال، 5 أهداف ريال مدريد، 3 للهلال في نهائي كأس العالم للأندية اللي يشهد أكبر عدد من الأهداف في مباراة نهائية. 8 أهداف كاملة، 5 منها لريال مدريد